لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. يد البشر تقف خلف إعصار دانيال المدمر. خلصت مجموعة بحوث دولية إلى أن يد البشر لها دور في إعصار ليبيا المدمر، وأن التغير المناخي جعل تكرار كوارث الفيضانات التي شهدتها منطقة البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع القليلة الماضية أكثر احتمالا على نحو كبير. ونشرت المجموعة العالمية لبحوث ودراسات المناخ في العالم، وهي مجموعة من علماء المناخ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند وهولندا، نتائج دراستها اليوم الثلاثاء. وفقا لمجموعة البحوث والدراسات العلمية، قد يكون الاحترار الكوني الذي السبب فيه الإنسان زاد من احتمالية هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة 10 أمثال في دول مثل اليونان وبلغاريا وتركيا وفي ليبيا. ربما تكون الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع المقبل محتملة أكثر ب50 مرة بالمقارنة بحالة عدم وجود التغير المناخي الذي تسبب البشر فيه. وأوضحت المجموعة أن ظروف الطقس السيئة قد تتحول إلى كارثة إنسانية إذا كانت المباني أو السدود في المنطقة التي تعرضت للفيضان تتفرق إلى مجموعات مكثفة، حيث أن تونس هنالك بقى خطرا كبيرا بعد أن هنالك حالة أمطار كبيرة ستضرب البلاد في الأيام القادمة وستتجاوز المائة. وهذا أحوال الطقس في تونس الأسبوع المقبل.